السلام عليكم، برحب بيكم. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه التورته الجميله اللي انتوا شايفينها دي بمقادير سهله جدا موجوده عندك في البيت. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله طلع معانا 4 طبقات. عاملاها بالدقيق العادي الاسبونج البيتي. بس قبل ما ابدا عايزه اقول لك دوسي لايك للفيديو واعملي اشتراك في القناه وفعلي الجرس، ولو هتعملي شير لاصحابك يبقى جزاك الله كل خير. هنسمي الله ونبدا. في بولة العجان بنزل 5 بيضات. عايزه اقول لكم ان بولة العجان شكلها كده لان لسه كنت عامله فيها اسبونج فانيليا قبل ده، فما غسلتهاش وقلت اعمل فيها اسبونج الشوكولاته بالمره. بنزل في العجان 5 بيضات، كوبايه الا ربع سكر، معلقه صغيره فانيليا. وفي الطبق التاني ده بنزل كوبايه ونص دقيق، ربع كوبايه كاكاو، ومعلقتين نشا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وبنخلهم كويس. الدقيق اللي بستخدمه ده دقيق جميع الاغراض. الكاكاو كاكاو خام اسباني، وبقلب كل المقادير الجافة مع بعض، وبعد كده بنزلها على المقادير السايلة، وبمعلقة كده ببدأ اقلب المقادير. بس بضيف الاول تلت كوباية مية عادية من الحنفية. بقلب كويس جدا المقادير مع بعض قبل ما اشغل العجان، علشان العجان الدقيق ما يطرش كده ويبهدل المكان. نلاحظ بقى دلوقتي ان انا لسه ما ضفتش المحسن. هشغل بس العجان كويس على المقادير كده انها تختلط كويس، وبعد كده ببدأ اضيف معلقة ونص من المحسن. دي معلقة كبيرة ونص من المحسن الجل. بعلي سرعة العجان وبشغله حوالي 10 دقايق لغاية لما العجين لونه يفتح اكتر وحجمه يتضاعف ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وفي الوقت ده كنت جهزت الصينية معايا مقاس 20. حطيت في ارضيتها كده ورقة زبدة، وحطيت كمان في الجوانب بتاعتها، وبدأت أنزل فيها الخليط بتاع الكيك بتاعنا. وفي الوقت ده طبعا أنا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. ولما بدأت أدخل الكيك هديت الحرارة وخليتها على 180، ودخلت الكيك قعد في الفرن تقريبا من 45 ل50 دقيقة. طلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الكيكة دي أنا عملتها امبارح بالليل، والنهاردة بقى هبدأ أشتغل فيها معاكم بعد ما سبتها بردت خالص وباتت على الرخامة. طبعا لازم تغطيها كويس علشان ما تنشفش. بالمنشار كده ببدأ اظبطه على اقل من 9، وببدأ اقطع الكيك بتاعي طبقات. الكيكة دي بتطلع لي 4 ديسكات حلوين جدا. زي ما انتم شايفين ما شاء الله التسوية ممتازة جدا، والكيك هش وطري وخفيف وجميل. الكيك بتاعنا طلع لنا ال4 ديسكات اللي انتم شفتوهم دول. الديسك الاخير ده هو اللي خفيف شوية، لكن ال3 ديسكات التانيين دول ما شاء الله حجمهم حلو جدا وسمكهم يعني ما شاء الله حلوين عاليين. بلم كده الكيك على بعضه، وجيت دلوقتي بجيب القاعدة لقيت انها مكتوب عليها من ناحية والناحية التانية مقوسة، والقاعدة التانية مكتوب عليها من ناحيتين، فما ينفعش ان انا اشتغل عليهم كده. وطبعا ما ينفعش ارميهم لان شارياهم يعني والحاجة بقت غالية. الاستيكر اللي انتوا شايفينه ده استيكر الرخامة، بيكون موجود عندنا طبعا، معظمنا بيكون موجود عنده الاستيكر ده. خدت منه جزء كده على قد القعدتين، قسطه الاول وبعد كده قسمته نصين اهو، بحيث ان يكون على قد حجم القعدة او اكبر شوية. وبلفه كده بطبقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبقيسه على القعدة وبقطع الزيادة بالمقص. عملت 2 للقعدتين. دلوقتي هشيل الاستيكر اللي ورا او اللزق اللي هو ورا دوت، وببدأ بقى الزقه. الاستيكر بلزقه على القعدة بسكرابر كده، ببدأ اخد من جوه القعدة لبره، من النص لبره، علشان خاطر يثبت على القعدة كويس. وبعمله بالجناب، وبعمل التانية بنفس الشكل برضو. طبعا انا كنت ممكن عملت الحكاية دي بعيد عن التصوير، بس حبيت اوريك علشان لو اتحطيتي في نفس الموقف تعرفي تتصرفي ازاي. لقيت ان الجناب ما بتلزقش كويس، فجبت سولوتيب من الرفيع ده ولفيت على جناب القعدات الاتنين، وثبت عليها الاستيكر كويس. باخد واحدة بقى احطها في كيسها كده لما ابقى احتاجها تاني، والتانية هبدأ اشتغل بيها معاكم دلوقتي.
بجيب القاعدة الدوارة بحط عليها قاعدة التورتة، وعلشان الاسبونج ما يتحركش على قاعدة التورتة بحط كده جزء صغير من الكريمة، والكريمة دي انا عملتها معاكم في فيديو سابق قبل كده على القناة. لو حابين تعرفوا طريقتها اكتبولي في تعليق وانا اسيب لكم رابط الفيديو بتاعها اما في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف. بسقي الاسبونج بالسيرب خفيف، وبدي طبقة كمان من الكريمة، ويفضل انك توزعي الكريمة كده بكيس حلواني علشان الكريمة كلها تكون متساوية جوه الطبقات. وبرش رشة من بسكوت الاوريو المطحون. بحط الديسك التاني او الطبقة التانية برضو بسقيها بسيرب خفيف. السيرب الخفيف ده عبارة عن ايه؟ كوباية مية بضيف عليها نص كوباية سكر، وبرفعها على البوتاجاز، ولما بتغلي بسيبها دقيقتين بعد الغليان. بعد كده بطفي عليها، ولما بتهدى كده بضيف عليها كمان رشة فانيليا، وبسيبها تبرد تماما قبل ما ابدأ اسقي بيها الكيك. بكمل بقى كل الطبقات بنفس الشكل. دي الطبقة التالتة اهي، برضو بسقيها السيرب خفيف، وبعد كده بديها طبقة كريمة. اهم حاجة توزعي الكريمة اما بكيس الحلواني، وكمان لو بتعمليها بكيس الحلواني وحسيتي ان هي في حتة زيادة عن حتة برضو سويها كويس بالسكرابر علشان طبقات التورتة في الاخر تطلع معانا مظبوطة، والتورتة ما تحتاجش معانا وقت في التجليس. بفرد الكريمة وبدي عليها طبقة بسكوت الاوريو المطحون، وبرجع اضيف عليها اخر ديسك. ودلوقتي ببدأ اسوي الجوانب. بس عايزة اقول لكم ان لما حطيت الطبقات كلها لقيت ان مفيش مسافة على القاعدة علشان خاطر ان انا اجلس بالكريمة، فاضطريت ان انا اقطع كل الحروف بتاعة التورتة حوالي بس كده من الجوانب نص سنتي، سكينة صغيرة كده مشنشرة، وببدأ اقطع في الجوانب. باخد من التورتة حوالي كده نص سنتي من كل الجوانب. بس اهم حاجة ان انا اسويها كويس بحيث انها تبقى متسوية كويس عشان ما تاخدش مني كريمة كتير في التجليس. ده بيكون شكلها اهو بعد ما قطعتها. زي ما انتم شايفين تقريبا بس نص سنتي في الجوانب. بكيس الحلواني برضو كمية الكريمة الموجودة في الكيس بسيطة، فهديلها بس تجليسة خفيفة كده علشان خاطر ان انا الم الفتافيت بتاعة الكيك. بقية الكريمة طبعا انا ببقى محتفظة بيها في الفريزر لان الجو حر. بملى الكيس اللي بشتغل بيه، وبقية الكريمة بحطها في الفريزر عشان تبقى محتفظة بقوامها كده وما تسحش معايا. دي اخر حاجة كانت في كيس الكريمة، ومش هجلسها اكتر من كده الا لما ادخلها الفريزر، لان الكريمة ابتدت تسيح اهي، فلازم اسيبها تتجمد شوية قبل ما ابدأ التجليس بتاعها. بس عايزة اقول لكم كده وانا شغالة من فوق حسيت ان الجزء اللي في النص، في نص التورتية من فوق ده طالع شوية لفوق، فاضطريت ان انا لما جيت بسحب من الجناب لقيت ان من الوسط عالية، فاضطريت ان انا اشيل تاني الكريمة من الجزء اللي في النص ده، وهبدأ بالسكينة صغيرة كده، سكينة مشرشرة، وببدأ اشيل طبقة صغيرة جدا ورقيقة من النص بحيث ان انا برضو ما اجيش على النص قوي ويبقى ينزل لتحت. عايزاه بس يدوب ان انا اسويه كده عشان ما يتعبنيش في التجليس بعد كده وما ياخدش مني كمية كريمة كتير. هنا رجعت الكريمة اللي كانت موجودة على التورتة تاني، وبدأت ان انا افردها كده واسويها كويس بالسباتلا علشان خاطر الم اي فتافيت، وادخل بقى التورتية كده تقعد لها بتاع ساعة او ساعة ونص في الفريزر قبل ما ادي التجليسة الاخيرة. هنا بقى بدأت اطلعها من الفريزر اهو، حطيت عليها طبقة من الكريمة برضو، وبجلسها بسكرابر كده بحيث ان انا ابدأ اساوي بقى كل الجوانب واساوي كمان التورتية من فوق. انا جبت لكم الفيديو بكل التفاصيل، محبتش اقطع منه اي حاجة علشان اي موقف من اللي مر عليا لو عدى عليكي تعرفي تتصرفي فيه ازاي، سواء كان تقطيع جوانب التورتة او الحتة العالية اللي في النص. كل الحاجات دي انا محبتش اقطعها من الفيديو علشان تشوفوها وتعرفوا تتصرفوا لو حصل لكم اي موقف من المواقف دي. تمام، جبت كده السكرابر المشرشر وبدأت اشرشر الجناب.
والكيس ده او اللي هو الكورنيه ده فيه نوتيلا، حطيت عليها معلقتين زيت. جبت معلقتين نوتيلا، حطيت عليهم معلقتين زيت وقلبتهم كويس عشان بس تخف شوية، علشان اقدر اعمل بيها الدربات اللي في الجنب دي. عملت الدربات وبدأت ان انا اساوي الحروف برضو بالنوتيلا كده من فوق. ببدأ بقى اقسمها كده، عايزة اقسمها على 4 بس لقيت انها تبقى كبيرة قوي المثلثات بتاعتها، فرجعت تاني صغرت التقسيمة، خليتها على 6، اقسمها على 6. مش عارفة بقى هتبقوا فاهمين انا عملت ايه دلوقتي، اتمنى تكون الصورة واضحة يعني. هنا بحاول ان انا اوضح التقسيمة شوية علشان اقدر اشتغل عليها. طبعا مش محتاجة ان انا اسوي بسكرابر تاني ولا حاجة، لان انا هبدأ دلوقتي الكورنيه ده اللي هو فيه نوتيلا. لا ده مربى حليب، النوتيلا عملت بيها الدريبات، وده مربى حليب. بعملها كده خطوط رايح جاي على كل مثلث، المثلث ده والمثلث اللي قباله. تمام. هنا بحط كريسبي بني كده، او اللي هو مش بني بقى، كريسبي لونه نحاسي كده. ده كريسبي صغير او مالتيزر صغير، وهنا كريسبي برضو صغير اصفر في الناحية اللي قبلها. تمام. حاولي بس انك ما تسيبيش فراغات ما بين كل واحدة كريسبي والتانية، علشان في الاخر يدينا شكل احسن للتورته بتاعتنا. وحاولي كمان تمشي بالظبط على الخط اللي انت واخداه، علشان المثلث يبقى شكله برضو مظبوط. دي نوتيلا بيضة برضو، علشان افكها كده حطيت لها معلقة زيت. في كيس حلواني صغير برضو ببدأ اروح واجي كده واعمل خطوط على المثلث اللي هو لسه موجود، اخر مثلث ده. تمام كده التورته بتاعتنا خلصت، تزيينها سهل وبسيط. اتمنى يكون الفيديو خفيف عليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، واعملوا شير كتير بقى لاصحابكم. ده شكل التورته اهو من قريب. تمام. التورته دي مقاس 20، واخده 5 بيضات زي ما شفنا مع بعض. طريقتها سهله وبسيطه بالدقيق العادي، مقاديرها موجوده عندك في البيت. عايزه اقول لكم ان انا دخلتها في الفريزر قعدت تيجي 4 ساعات، علشان كده دلوقتي انا بقطعها. النوتيلا البيضه دي لقيتها اتجمدت اهي في الفريزر، حبيت بقى اقطعها قدامكم كده اوريكم شكلها من جوه. ما شاء الله حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان الاوريو اتشرب الكريمه وبقى طري كده جواها، وطعمه مع التورته تحفه جدا. اتمنى تجربوا الطريقه دي وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي رايكم في التورته دي ايه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.